السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد ومكملين مع بعض في نواعم العيد. وهنعمل النهاردة البسكوت. هنعمل بسكوت شوكولاتة كده، كل سنة بنعمله بسكوت فاتح، لكن السنة دي هنعمله بسكوت شوكولاتة. عايزة اقول لكم من احلى البسكوتات واخف البسكوتات اللي انتم ممكن تعملوها. بجد طعمها حلو جدا، خفيفة البسكوتة نفسها كده، مش تقيلة مش مكتومة معاكي، خفيفة جدا. الوزن بتاعها كمان خفيف. وصفة سهلة ووصفة ما فيهاش تركات كتير، وهنطلع بنتيجة بجد تبقى مرضية جدا، سواء عملناه بالكاكاو او حتى بالفانيليا. المهم العجينة معانا تطلع عجينة مضمونة ومناسبة. كمان بسكوتة معانا ما فرشتش، رغم ان احنا حاطين لها النهارده بيكنج باودر، بس طبعا هنقول على شويه تفاصيل نمشي عليها، وفي الاخر ناخد النتيجه اللي انتوا شايفينها دي، نتيجه مرضيه جدا. اهم حاجه ما تنسيش اللايك، وخليكي معايا لاخر فيديو. يلا بينا. دي كل مقاديري لنص كيلو من الدقيق. بالنسبه لنوع، عندي دقيق جميع الاغراض، يا دقيق كحك وبسكوت، وطبعا اللي موجود هنقدر نشتغل بيه مش هنوقف. بالنسبه بقى للسكر، عندي هنا 200 جرام من السكر البودر المنخول، وبرضو بثبت على الخطوه دي، لازم نبقى نخلينه عشان ميبقاش فيه اي تكتلات خالص. عندي هنا كمان 300 جرام من الزبده، ودي بتبقى بدرجة حرارة المطبخ، زائد 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ برضو. معايا هنا كمان معلقتين كبار من اللبن البودر، 50 ملي من اللبن. عندي هنا فانيليا سايلة، واحط يعني مقدار معلقة، وكمان رشة من الملح، و3 جرام بس من البيكنج باودر. وهي دي كل مكوناتي قبل ما نحط الكاكاو. يعني لو احنا عايزينه النهارده نعمله بطعم الفانيليا او الفاتح، مش هنحط كاكاو خالص. هنا بضيف على الدقيق البيكنج باودر ورشة الملح، وانتبت برضو على خطوة الملح دي، لانها بتظبط معايا الطعم جدا، رغم انها بتبقى حاجة بسيطة خالص ولكن بتبقى مؤثرة. هنا بقى في عجان او حتى في مضرب كهرباء او مضرب على ايديا، وزي ما بنقول في كل مرة، اللي هيبقى فارق ما بين كل الادوات دي هي بس الوقت، مش اكتر من كده، ولكن النتيجة هتبقى في الاخر واحدة. المهم ان احنا نوصل بالسكر والزبدة لقوام كريمي جدا. هبتدي ان انا طبعا احط الزبدة والسكر مع بعض في قلب العجان وبشغله، يعني عشان اوصل للقوام الكريمي ده ياخد مثلا من 6 او 7 دقايق ضرب متواصل. هنا طبعا في وسط الوقت ابتدي ان انا اجيب من على جوانب، بحيث ما يبقاش فيه زبده ما اختلطتش بالسكر، او حتى ما خدتش القوام الكريمي الهش اللي احنا عايزين نوصل له. هنا برضو بكمل عندي ضرب كده بالعجان، او حتى بالمضرب الكهرباء، او حتى بالمضرب السلك على ايديا يعني. المهم نوصل بالنتيجه اللي انتوا شايفينها دي. خلاص كده زي ما انتوا شايفين، بقلب مفيش اي ملامح للزبده في الصوره بتاعتها الاولانيه. القوام بقى قوام يعني يشبه شويه كده الكريم شانتيه، وهو ده اللي احنا عايزينه. بوقف عندي، وهنا ال3 بيضات مش بحطهم مره واحده، احطهم واحده بعد واحده، يعني انزل واحده وبعد كده اشغلها عندي في العجان لحد ما تروح خالص كده، وبعد كده انزل بالتانية والتالتة وهكذا. طبعا زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا احط من ضمن، قلنا بيض، نحط فانيليا على طول، سواء بقى اللي هي السكر او السايله ديت. اول ما اشوف ان البيضه راحت خالص كده في قلب الخليط، ابتدي انزل بالتانية زي ما انتم شايفين. ما بنزلش بالبيض كله مره واحده، عشان القوام بتاع الزبده نفسه ما يفصلش مني، وياخد وقت كتير قوي على ما ابتدي ان انا اشغله تاني، او يرجع حتى القوام يبقى كريمي تاني. فبرضه نخلي بالنا. وخطوة كمان أساسية قوي، إن إحنا لازم الحاجات اللي إحنا بنشتغل بيها تبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما تبقاش ساقعة. يعني البيض ما ينفعش إن أنا أنزل بيه ساقع أبدا، برضه هيخرز معايا القوام بتاع الزبدة والسكر. نزلت بالبيضة الأخيرة، نزلت كمان بمعلقتين اللبن البودر، وهبتدي ان انا اضربهم كده لحد ما يختفي القوام بتاع البيضه ده خالص. وطبعا لازم اجيب كده من الجوانب، بحيث ان القوام كله يبقى واحد، مفيش حاجه اختلطت بالبيض وحاجه لا. هنا بوقف وبنزل عندي ال50 ملي او الربع كوبايه من اللبن. ويفضل جدا يبقى معاكي يعني دافي شويه، اللي زي دمعه العين كده، ما يبقاش ساقع. دي برضو خطوه لازم نخلي بالنا منها. بعد كده بروح مشغله عندي العجان. اول ما بيروح عندي اللبن، بوقف وببتدي ان انا اجيب الخليط عندي في طبق، وبجيب عندي نص كيلو من الدقيق. ولازم برضو خطوة ان انا انخله، بحيث ان هو لو عندك سايب يبقى مفيش اي شوائب فيه، او حتى لو اللي هو المغلف، برضو تبقى انتي دخلتي له كمية هواء كويسة. هنا بقى انا هعمله عندي بالكاكاو كله، الكمية كلها. لكن لو انتي مش هتعمليه بالكاكاو، الخطوة الكاكاو دي هتلغيها خالص، ونبتدي ان احنا نلم عندنا العجينة لم كده. ما ينفعش ان احنا نعجن فيها كتير، لان دخل فيها سوائل. ما دامت اي حاجة دخلت فيها سوائل، ما ينفعش ان انا اعجن فيها كتير، هتبص تلاقي البسكوتة معاكي عضمت وما بقتش احلى حاجة.
هتنشف قوي زياده عن اللازم، مش هتديكي برضو القوام اللي هو المقرمش اللين شويه. هنا بقى طبعا ببتدي ان انا الم عندي العجينه كده زي ما انتم شايفين، وطبعا المقطع شويه متجري، مش هو ده المقطع الاصلي. تمام، هنا خلاص كده وصلت للقوام اللي انا عايزاه. طيب للناس اللي هي ما تعرفش انا كده وصلت للقوام المظبوط ولا لا، اول ما تحطيه على ظهر ايديكي كده العجينه ما تلزقش، يبقى احنا كده وصلنا للقوام المظبوط، لا هو محتاج دقيق ولا هو كمان محتاج ماده دهنيه. هنا بقى ببتدي ان انا اجيب عندي صاج ما بدهنوش اي حاجه خالص. بالفعل البسكوت عندي فيه ماده دهنيه تخليه ما يلزقش في اي حاجه من اي نوع، يعني صواني ولا الومنيوم ولا صاج ولا تيفال ولا اي حاجه. احطه بقى عندي في التيب اللي يريحني، يعني الشكل اللي انا عايزاه، وابتدي ان انا اشتغل سواء بقى بالتيب اللي هو النجمه او حتى المشط، مفيش مشكله خالص. بخلص طبعا عندي الكميه كلها، والمفروض ان انا اشكلها كلها مره واحده عشان قوام العجينه ما يختلفش، وخصوصا ان احنا في الشتاء القوام عندك ممكن يمسك شويه في شويه لو احنا اتاخرنا في التشكيل. فلو تقدري انك تشكلي كله مره واحده، وتحطي عندك الصاج او الصينيتين مثلا اللي انت هتبقي عاملاهم، وتدخلي صاج عندك كده في الفرن. بالنسبه بقى لخطوه التسويه، بشغل عندي الفرن قبل ما ادخل اي حاجه حوالي 10 دقايق. بالنسبه لدرجه حراره اللي انا هدخل عليها البسكوت 170، يعني اقل من المتوسطه. ببقى مشغله من تحت بس، بدخل عندي الصاج في الرف اللي في النص، وهو بيقعد حوالي تلت ساعه، او لو الفرن بتاعك يعني مش حامي قوي هتبقى 25 دقيقه. المهم ان هو ياخد تسويه كويسه، ومن وقت للتاني نبتدي ان احنا نشوف كده. لو احنا ما نعرفش برضو تسويه البسكوت الشوكولاته كويس قوي، بنشوف البسكوته معايا بتبتدي تتحرك بعد تلت ساعه ولا لا. وطبعا ريحته بتبقى باينه جدا، والظهر بتبقى يعني بتاعه بيبقى باين انه استوى او لا، بيبقى باين جدا للناس اللي هي برضو تشك ان هي ما تعرفش تسويه. عايزه اوريلك بقى التسويه حلوه جدا. بسكوت معايا ما فرش زي ما دخل زي ما طلع. البسكوتيه حلوه خفيفه، وده اهم ما فيها على فكره. بتبقى في بسكوتات كتير بس بتبقى البسكوته نفسها تقيله كده، ومش احلى حاجه. زي ما شايفين مفيش اي حاجه لازقه، والدنيا عندي تمام جدا. والبسكوته بصراحه ولا احلى من كده خالص. كمان احب يعني اتبت على كذا حاجه كده، اولهم ان نوع الكاكاو نفسه يبقى نوع نضيف علشان طعم البسكوته نفسه يبقى حلو. تاني حاجة للناس اللي هي تحب تنكه البسكوتة، مش هعملها انا دلوقتي بشوكولاتة، هعملها بنكهة البرتقال مثلا. بدل اللبن 50 ملي لبن هحط 50 ملي سواء بقى تانج او حتى عصير برتقال. اما بالنسبة بقى لحفظ البسكوتة عامة، ما بشيلش البسكوت من الصاج او من الصينية غير لما بيهدى معايا تماما، واحطه عندي في علبة محكمة الغلق، واقفل عليه كويس جدا عشان ما يرطبش معايا. وبكده يبقى خلص معايا فيديو النهارده. اتمنى يكون عجبك وجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعة فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم وكل سنة وانتم طيب.